السلام عليكم. ترأس وزير السكن والعمران طارق بالعريبي الأحد اجتماعا تقييما تطرق فيه إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لبرنامج 2,000,000 وحدة سكنية، من بينها الخاصة ببرنامج عدل 3، وتحسبا للشروع في تجديد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2,000,000 وحدة سكنية. تطرق بالعريبي في اجتماعه إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لهذه البرامج السكنية بجميع الصيغ، من ضمنها صيغة عدل 3. وخلال الاجتماع الذي ضم مدراء السكن ب 12 ولاية، أمر الوزير بالشروع بصفة استباقية في تجهيز الملفات لإعداد عقود ملكية هذه الأوعية وفقا للحصة التي سيتم تحضيرها في قانون المالية لكل سنة، لا سيما قانون المالية لسنة 2025. كما اعتبر الوزير أن توزيع 67,370 سكن بصيغة البيع بالإيجار عدل بمناسبة عيد الاستقلال في 5 جويلية الفارط يعكس مدى اكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع عدل 3 بالإدارة والثقة اللازمة لنجاح المشروع. وفي ذات السياق أكد بالعربي أن الفاتح من نوفمبر المقبل سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ عبر مختلف أنحاء الوطن. وفي الأخير تقدم الوزير بالشكر إلى كافة إطارات القطاع الذي قدموا جهدا كبيرا نتج عنه توزيع 1,700,000 وحدة سكنية مع نهاية السنة، مذكرا إطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به رئيس الجمهورية بإنجاز 2,000,000 وحدة سكنية.